هذا لذيذ جدا. هي وصفة جديدة؟ إنه طعامكم المعتاد يا عالي المقام، لم نضف إليه شيئا غير قدر يسير من المحبة والود. ما كنت أعلم أن المحبة والود يطيبان الطعام إلى هذا الحد. هذا من حسن ظن آلهتي ومولاتي زليخة. ولماذا لم نتذوق طعمهما في طعامنا من قبل؟ لأن يوزرسيف لم يكن موجودا من قبل. يوزرسيف، أتجيد علم السحر بحيث تنجح في استمالة قلوب الآخرين نحوك؟ علم السحر؟ لا سيدتي، وما هو السحر؟ هو لا يلتزم إلا سبيل الحب والحنان، لا حاجة به إلى السحر. إضافة إلى تواجده في مطبخ القصر سوف يكون المباشر الخاص. ماذا جرى؟ اجتهدت كثيرا لأصبح المعد الخاص لمائدة بوتيفار. تحملت سنوات طوال من العبودية حتى أفوز بعناية الحاكم، والآن جاء هذا الولد العبراني ليغافلني ويقلب دنياي رأسا على عقب. لم أعد أستطيع أن أتحمل. يوزرسيف ليس مذنبا، لقد اتخذ بوتيفار القرار، ويوزرسيف لا يسعه أن يعصي أوامر الحاكم بوتيفار. ماذا أفعل؟ سيسرحونني لأشتغل بالزراعة في الصحاري أو للعمل في المناجم. أنصحك بأن تغتنم أول فرصة وتكلم يوزرسيف بنفسه. هونيفر أيضا ليس سيئا، عسى أن تحل عقدة أمرك. باشروا جمع أواني الطعام. هل ستكتفي بالوقوف والتفرج؟ تعال وساعدنا في العمل. أصبح يوزرسيف مباشر الطعام ومعد سفرة الحاكم بوتيفار. لم يعد يسمح لي بأن أتدخل. هل بدر مني ما أثر حفيظتك؟ وكأنك لا تعرف، منذ مجيئك إلى القصر وأنت تدمر كل ما بنيته طوال سنوات. ليتك تعلم العذاب الذي عانيته لأستحق منصب المباشر. يخشى أن يسرحوه لمزارع البردي أو إلى مناجم الصخر. فليصفح الله عني. اعذرني إذا كنت قد أسأت إليك عن غير قصد. سأسعى جهدي لأعوض عليك. لا تقلق أرجوك. عالي المقام، مولاتي زليخة حضرت. الكاهن المحترم جاء يتحدث إلينا؟ ما يبعث على الأسى أنه وصل بنا الأمر إلى حيث بات ولد صغير يمسك بمقدرات المعبد. أظن أن الذي نقل إليكم الخبر قد بالغ في النقل. هذا الولد أجنبي ومسلكه يدل على أنه يكن العداوة والبغضاء لآلهتنا. أطلب إليك ألا تمكنيه من شؤون بلاط عزيز مصر. يوزرسيف لا يعد كونه ولدا، فأي عداوة سيكن لآلهتنا؟ أنت تعرف مدى حبي لآلهتنا العظيمة.
فلا يخالجنك الشك أن أعداءها لن يطأوا هذا البلاط. أنت مولاتي إلهة من آلهة معبد آمون، وأنت أيضا إحدى زوجات آمون. ما يرجى منك يفوق ما يرجى من الآخرين. يوزرسيف ولد لا علم له بالمعابد ولا بآلهتها. أرى لزاما عليك أن تفاتح عالي المقام بوتيفار بالأمر. حسنا، لا بأس. عالي المقام، هل صدرت أوامركم بأن يعهد إلى طفل صغير ليقرر حصص من في القصر من الطعام؟ يوزرسيف يقتصر عمله على تعداد حصص الأقسام من على ورق البردي الذي دفعناه إليه. أردنا أن نفيد من إجادته للقراءة والكتابة لا غير. إذن لماذا حال بالأمس دون أن تصرف للمعبد حصته من الطعام؟ لم يفعل، وإنما تساءل يوزرسيف عن السبب الذي يبرر ل5 من كهنة وخدام المعبد أن يأكلوا طعام 20 رجلا. وهذا هو بالمناسبة تساؤل وجيه. نحن كنا نلزم الصمت احتراما للآلهة ولكهنة المعبد. أن للولد أن يدس أنفه في شؤوننا. كهنة المعبد يرغبون بأن يستوفوا حصتهم وحصص الآلهة معا. من الذي أجاز لرجال المعبد أن يأكلوا حصتهم من الطعام ويستولوا على حصص الآلهة؟ لماذا أنت وأقرانك متخمون من السمنة وسائر العاملين في القصر هزيلون؟ لما؟ أيها الحاكم بوتيفار، تنزلنا وسائر العبيد والخدم منزلة واحدة؟ نحن خدام آمون، إله آلهة مصر العظيمة والخالدة. العاملون في هذا القصر هم عبيد آمون ويخدمون إلههم أيضا، مع فارق أن خدم القصر يكدحون ويكابدون المشقات لأجل إرضاء آلهتهم، في حين أن كهنة المعبد لا يبذلون أدنى جهد في سبيلها، بل هم متفرغون تماما للأكل والتخمة. سأرفع تقريرا بشأن هذا التطاول إلى ألخماو، كبير كهنة معبد الإله العظيم آمون. مكانة يوزرسيف عندنا محفوظة، ولكن لا يجوز أن تثير حفيظة كهنة المعبد من أجله. ليس لأجل يوزرسيف، فالخلاف بين بلاط مصر ومعبد آمون تمتد جذوره إلى بضع سنين خلت. إن جشع وطمع سادة المعابد لم يعد يطاق يا مولاتي. لا شأن لي بهذه المسألة، لكن بصفة إحدى آلهات معبد آمون سأحرص على أن أنشئ يوزرسيف نشأة يصير معها من أتباع آمون وليس من أعدائه. فليحيى الكاهن الأعظم في معبد آمون، عالي المقام ألخماهو. قل يا خوفو، أسمعك. تشرفت بالحضور بين يديك لأرجوك أن تعفيني من مهام الخدمة في معبد قصر بوتيفار سيدي. لماذا؟ أي شيء تراه قد حصل؟ في قصر بوتيفار يتعرض آمون وكهنته للتطاول والإهانة، كلهم كفرة، خصوصا بوتيفار الذي بات يسودهم في قلة الإيمان. لم تجب عن سؤالي بعد. ما الذي حصل؟ ثمة ولد عبراني يدعى يوزرسيف
يجاهر بالعداوة لآمون وكهنة المعبد. إنه يؤلب الجميع ضدنا ويستهزئ بنا على مرأى العاملين والخدم. أنا لن أرجع إلى قصر بوتيفار ثانية. ترتعد فرائسك رعبا من ولد عبراني صغير؟ ظننت أنك تعتبر أمنحوتب وبوتيفار من أعداء المعبد. لم يدر في خلدي أنك أعجز من أن تواجه ولدا. لكنه ليس مجرد ولد. اخرس، يكفي. لم يجدر بك أن تغادر القصر. قبل أن يفطنوا إلى خروجك عد إلى القصر. نحن أحوج ما نكون إليك في قصر بوتيفار. نحن نعد العدة للإطاحة بسلطان أمنحوتب الحاكم المقتدر لبلاد مصر. فإذا بأحد أكابر كهنتنا يهزم في مواجهة ولد عبراني ويلوذ بالفرار من القصر. اذهب اذهب. فأنا أجمل. إن أصبحنا لم أرى ولدا بهذا الجمال من قبل. أجمل، كأنما هو من الملائكة. من أين جاءوا به يا ترى؟ انظر ما أجمل. هيا تابعنا العمل. المائدة عامرة وزاهية. هل زينتها بنفسك يوزرسيف؟ تعلمت من سيانيني. يوزرسيف ولد فطن للغاية. مؤكد أن يوزرسيف ذرى بما تعلمه إلى حد الكمال. روعة هذه المائدة قد أسالت لعابي. أستطيع بمفردي أن أبتلع فيلا بأكمله. أشكرك يا يوزرسيف. هل يجيد الفتى يوزرسيف أن يقرأ في كتب القصص؟ بلى، كما أنني تعلمت قصصا من أبي. هذا ممتاز. ستقرأ لي من كتب القصص تلك. قصص؟ الحاكم بوتيفار لا يخلد إلى النوم عادة إلا بعد أن يستمع إلى قصة. لم أعد أستسيغ الرجل الذي يقرأ لي القصص كل ليلة. لم تجبني يا يوزرسيف. عذرا يا عالي المقام. ما الذي سيحل بالقارئ الخاص بكم؟ سوفر؟ سأعهد إليه مهمة أخرى. سبق لي أن شغلت منصب النادي الهوية. لا أريد أن أكون سببا في بطالة سوفر. هل يسعني أن أتقدم من الحاكم بوتيفار بطلب؟ أنا لا أحبك لغير حنانك هذا وللين قلبك. لعلك تريد أن تطلب إلي أن أعين كل من هويا وسوفر في مناصب أرفع. لا أقل من أن تعيد إليهما وظيفتيهما. أنا لا أود أن أسيء إلى أحد أو أن أزعزع مكانه داخل البلاط. لا تقلق أبدا. سآمر هونيفر أن يعين كل من هويا وسوفر في مناصب أرفع. ستصبح من اليوم أمين مكتبتي الخاصة وقارئي. ظاهر الأمر أن الحاكم بوتيفار أهداني يوزرسيف، لكن الحقيقة أنه يستفيد منه أيما إفادة. إذا لم تكوني راضية فلن ينجز يوزرسيف أيا من هذه الأعمال. كنت أمازحك لا غير. يوزرسيف سيؤدي أي عمل يرغب به رب هذا البيت. حري به أن يكون شاكرا لك على الدوام وأن لا يستغل لطفك الذي شملته به، أليس كذلك؟
سوف أبقى شاكراً وصاغراً أمام الله ربي. تعال معي. هذه المكتبة بمثابة كنز ثمين تطلب الحصول عليه مشقة. كل ما فيها من كتب قرأتها بنفسي أو قرأها علي القارئ سوفر. من أي كتاب يرغب المحترم بوتيفار أن أقرأ له؟ الليلة اقرأ لي من هذا الكتاب. إنه كتاب يحوي نبوءات عن مستقبل مصر. لا علم لي بهوية صاحب هذه المخطوطة، لكن ما يقوله فيها يستدعي منا التأمل. إن سطوة مصر ليست خالدة، والظلم المهيمن عليها لن يدوم. سيأتي يوم تنقلب فيه الموازين بمصر رأسا على عقب، فيستبدل الفقير والغني مواضعهما. وسوف يحدث هذا الانقلاب عقب نزاع دام. سوف يستولي العبيد على قصور سادتهم الأثرياء، ولن يعبد الإله أمون، وسيكون منبوذا عند الخلق. سيستولي الناس على السلطة ويقبلون على عبادة إله خير من الإله أمون. أصدقك القول يا يوزرسيف، لا أستبعد تحقق النبوءات. أما كيف؟ فلا أعلم. ما الذي يجول في خاطرك يوزرسيف؟ أما أنا فأعلم كيف. لن يكون هذا الأمر إلا على يدي رسول من السماء أو مخلص آت من عند الله. وحده هو سيقدر على أن يطيح بعرش الظالمين والمترفين، وأن يفضح آمون ومعه كل الآلهة المدعاة على ظهر هذا الكوكب. بلى، لا ريب أنني أعلم. أنت أكبر وأعظم مما تبدو لنا يا يوزرسيف. أين تعلمت هذه الكلمات؟ أنا لا أشك في أن تعادي الإله آمون، فضلا عن أن تعبده أو تسجد له. آمون لا يعد كونه وثنا من صخر، وليس من الحكمة في شيء أن يعادي المرء صخرا. تعال واسمع. إنه يتأنف من اتخاذ آمون عدوا له، فضلا عن أن يتخذه ربا يعبده. لو أن ألخماه الكاهن الأعظم سمع استهزاءك بإلهه لشنق نفسه من فوره. إياك أن تبدي حقيقة معتقدك أمام أحد، وبالغ في الحذر من زليخة، فهي تغالي في حبها لآمون. يا عالي المقام، أود لو سمحت أن أسألك عن معبودك. فيما مضى كنت أعبد آمون،
أما اليوم فلا أعلم. لا تفشي هذا أمام أحد. أنا أمقت كهنة معبد آمون مقتا شديدا. هل لي أن أسأل عن علة هذا النفور؟ سادة المعابد وقحون ومستبدون يلتهون بتحقيق مصالحهم عوض أن يعملوا لمصلحة الشعب. حسناً، هذا يكفي. اذهب لترتاح. اللهم إني أسألك الخير والإحسان لجميع أصدقائي. اللهم اهدي بوتيفار وزوجه زليخة ونميسابو وهونيفر، واهدي الجميع. إلهي، أسألك أن تسعد روح أم راحيل. اللهم إني أسألك أن تلهم أبي يعقوب الصبر والسلوان. إياك أن تبتعد عن إخوتك. اعتني بنفسك جيدا يا ولدي. خذ هذا القميص والبسه. أعلم أن ألم الفراق عسير عليه. أعنه يا الله لكي ينساني. سلام الله على يوسف النبي. سلام الله على رسول الحق وملاك الوحي. ماذا تفعل يا يوسف؟ سأكتب رسالة إلى أبي يعقوب. أريد أن أطلب إلى الحاكم بوتيفار أن يرسلها إلى أبي ليعرف أحوالي ويطمئن إلى حالي. لا يا يوسف، لم يحن أوان ذلك بعد. يتعين عليك وعلى أبيك يعقوب أن تصبرا على هذا الفراق. أود لو أعرف السبب. الأسباب كثيرة، وإخوتك هم أحد هذه الأسباب. قل لي يا يوسف، هل تريد أن ينال إخوتك مكروه من جانبك؟ أجبني. إذا علم أبي بما فعلوه فسوف يلعنهم جميعا، ولعنة أبي ستقلب بيض أيامهم سودا. لا 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 أريد أن ينال إخوتي أي مكروه.
لولا يوزرسيف لكنا سرحناكما إلى حقول زراعة البردي أو بعض مناجم الصخر. بالأمس نزل عالي المقام بوتيفار عند رغبة يوزرسيف وأصدر الأمر لي بتعيينكما في مناصب لائقة، وها أنا أسألكما عن المنصب الذي تطمحان إليه. نحن لا نعلم، سنرضى بما تقرره أنت لنا. بما أنك مباشر مائدة مخضرم، أعهد إليك بمهمة إعداد طعام السيدة زليخة والمحترم بوتيفار، وأنت رجل متعلم، فستحل مكان يوزرسيف في مراقبة عدد حصص الأقسام. موافقان؟ أتقدم من جنابك بغاية الشكر والامتنان. بل يوزرسيف أحق بالشكر. أرياني ماذا ستفعلان. لا شغل لك في المطبخ بعد اليوم. سيؤدي عنك هويا وسوفر ما كنت تفعله. تعال. مكسور. لقد أصبح أولادي أعدائي، لقد خانوا الأمانة. هل تراني خنتك في الأمانة أيضا؟ لم أستطع أن أحافظ على يوسف جيدا. أنا خجل يا رحيل، أنا خجل. تيقن لي أن الذئب لم يفتك بولدي، ومن حينها تضاعف خوفي أن يكون إخوته قد قتلوه. على كل حال، أنت تراقبيننا من العالم العلوي وتعلمين أين هو يوسف الآن. إذا كان يوسف قد مات فلا ريب أنه الآن في جوارك. قر عينا، فالمنية لم توافي ابنك يوسف بعد. سلام يا أخي. السلام على يعقوب النبي. يوسف لا يزال حيا، وحكاية موته إفك يفترى. هل أنت واثق؟ لا يكون موت في الأرض لا أعلم به. لا تفتش على ابنك يوسف في عالم الأموات، بل فتش عليه يا يعقوب في موضع آخر. هل سمحت؟ أخوك لازال حيا، ابن يوسف لم يمت. هل يسعك أن تخبرني بأي أرض هو؟ إن علمي يقتصر على عالم الأموات. من كان هذا؟ رسول الحق وملاك الموت عزرائيل. لطالما ظننت أن عزرائيل ملاك مخيف. ليس مخيفا للجميع يا ولدي. سمعت يا رحيل؟ يوسف لا زال حيا، هو لم يمت. سامحينا يا رحيل، لقد آن أوان العودة. علينا أن نرجع قبل الغروب. هيا يا ولدي. هل يعرف أحدكما أين هما؟ لا ريب أنهما عند ضريح رحيل. لازال يحب رحيل الميت أكثر من أمهاتنا الأحياء.
هل ما زلتم مصرين على كتمان ما صنعتموه بأخيكم؟ لقد أخبرناك سابقا. هل نكرر ما قلناه لك؟ ألن يأتي يوم تكف فيه عن الكذب؟ ابني يوسف لم يأكله الذئب ولا اختطفه الموت. لن أصفح عنكم إلا أن تتوبوا وتفصحوا عن حقيقة ما جرى. إلى أين ذهبتما؟ كنا عند ضريح أمي، وهناك علمنا أن أخي يوسف لم يمت. هل أخبرتك أمك رحيل أن أخاك لم يمت؟ لا، بل الرجل ذو الرداء الأبيض. لقد قال أبي إنه ملك الموت. لقد جن بالكامل. صار دأبه السياحة في الصحراء. أنتم المجانين، أنتم الكاذبون، أنا أنقذكم جميعا. هاي، اذهب يا بنيامين. أبي وبنيامين لا يقولان غير الحق. لماذا لا ترضون بأن نطلعهم على حقيقة ما صنعناه بيوسف؟ رأيتم كيف أن تدبيرنا خاب ولم نجني منه شيئا. لا أصدق ما جرى. لقد مضى زمن على رحيل يوسف وأبونا لا يزال معرضا عنا بالكامل. يوسف غاب فأحل بنيامين محله، في حين كنا نظن أن أبانا سيقبل علينا. ألم تقولوا إنكم ستتوبون عندما فرقتم بين يوسف وأبينا يعقوب؟ حسنا، أوليس هذا أوان التوبة إلى الله؟ لقد فات الأوان. لم نعد نستطيع أن نعيد يوسف. إذا افتضح أمرنا فلن نجني من ذلك سوى غضب الأب وجميع أهل كنعان. إذا علم الناس بما صنعناه بأخينا فلن نطيق عندها العيش منبوذين في كنعان أبدا. سنشيع أنه أجنبي دخيل على بلادنا. قولوا إنه يعادي آلهتنا. لابد أن نعد العدة لكي يطرد يوزرسيف من البلاط. أن لولد دأبه رعاية الأباعر أن يفقه في إدارة شؤون بلاط بوتيفار المهيبة. لا ريب أن ولدا كهذا كان يفترش حتى الأمس القريب جلود الأغنام. سيغتر بنفسه ويتمرد متى لامس جلده السندس والديباج. مر الكهنة أن يكلموا العاملين في القصر وأن يحذروهم من الخطر الذي يشكله يوزرسيف عليهم مستقبلا. مكانه ليس في هذا البلاط. مولاتي، لقد رأيت يوزرسيف البارحة ليلا وهو يناجي ويدعو إلها آخر. لم أرى تمثالا أمامه، رأيته وهو يكلم السماء. حسنا، لا بأس، أريني ذلك الليلة، سأعاينه عن كثب. بالتأكيد مولاتي. والذي أذهلني أيضا أنه كان يكلم نفسه مثل ما يفعل المجنون. ذكاء يوزرسيف حديث أهل كل القصر، وأنت تنعتينه بالجنون؟ هاي أنت، ماذا تفعل هناك؟ أقتلع الأعشاب الضارة. هذه الأعشاب تجفف الزهور، وإذا لم أقتلعها من جذورها فسوف تقبح منظر الحديقة. هذا يكفي، أنجز عملك واذهب. يوزرسيف، هذا أنا، أين أنت؟ ما الأمر؟ ماذا تريد؟ عزمنا على التجسس عليك هذه الليلة. من هما؟ كاليماما وزليخة، أنا سمعتهما. تظنان أنك تعبد إلها آخر غير إلهنا.
والكاهن أيضا يخطط ليؤلب ضدك الجميع. سوف أشرح لك أكثر لاحقا. أنا ذاهب. لماذا اقتلعت هذه الأعشاب؟ اقتلعتها لأجلك. لأجلي؟ أنا لا أملك ماشية، فما عساي أفعل بها؟ لا، أقصد أنني اضطررت لاقتلاعها لأجلك. أنت تكرر نفسك. كف عن السؤال. لم أعد أعرف لما اقتلعتها. أشكرك كثيرا. من حسن صنيعك بي أن تحذرني من دسائس أعدائي ضدي. أنا يا ربي فتى ضعيف وعاجز، ولولا لطفك بي لكنت هالكا لا محالة. لا أعلم. لعله يشتغل بعبادة ربه بعد منتصف الليل. عافاك الله. شكرا لك. يبدو أن قرارك ببناء الكوخ لا عودة عنه. لم أعد أطيق العيش إلى جوار أولاده. عزمت على أن أنتظر يوسف ما حييت. إلى ما الانتظار؟ ألا تريد أن تواصل حياتك؟ سأظل أنتظر حتى يجيء يوم عودة ابن يوسف. سأبقى ملازما لهذا الكوخ حتى حينه، وسأرمق الطريق التي سلكها مغادرا في ذلك اليوم المشؤوم. ألن ترتاح قليلا؟ حان وقت الطعام. لا عليك، سآتي. بنيامين تعال يا ولدي. ألا تظن أن يوزرسيف موحد يعبد الإله الأحد؟ لا أظن ذلك. لكنني أظن أنه يعبد إله السماء ويكن العداوة لآلهة مصر. كيف لولد أن يفقه معنى الإله الأحد؟ سيدين بالعقيدة التي نعلمه إياها ونربيه عليها. أنا وأنت ولا أحد سوانا نقرر أي شيء سوف يعبد وبأي الأشياء سوف يكفر. حدثيه عن آلهتنا وآمون، وعند زيارة المعبد اصطحبيه معك ليتعرف إلى آمون وإلى عقائد أهل مصر. جهزوا يوزرسيف وأحضروه إلي. قل لهم أن يهيئوا العرش السيار. أريد أن أزور المدينة. جهزوا العرش السيار الخاص بمولاة زليخة. كن على هذا النحو دائما متأنقا وجميلا. ما أحلاك وأبهاك هذا النهار.
يبدو لي أنك تسبق أقرانك من الأطفال في النمو. ألست توافقني الرأي هونيفر؟ لا يسعني أن أصدق أن يوزرسيف ابن 11 عاما. اليوم أريدك أن تزور وتتعرف إلى معبد الإله آمون. موافق؟ يسرني جدا أن أتعرف إلى عقائد بلاد مصر القديمة وإلى عادات أهلها. إذن تعال معي. زليخة تحب يوزرسيف كما لو أنه ابنها الحقيقي وليس بالتبني. كفي عن الكلام واعملي. يوزرسيف، تعال واجلس هنا. هل يسعني أن أذهب راجلا وألا أركب؟ لماذا؟ هل تكره العرش السيار أم ماذا؟ بل لا أحب أن أحمل على أكتاف الآخرين. افعل مثل ما تأمرك السيدة زليخة. هيا انطلقوا. الغرب هناك، وهو عالم الأموات.
نحول أمواتنا إلى مومياءات وندفنها غربي النيل. دنيا عجيبة. نحن ندفن مع أمواتنا الملبس والمأكل والمشرب لكي يستفيدوا من لذة الحياة ما بعد الموت، وندفن معهم أيضا عددا من الخدم ليوفروا لهم ما يريدون. أتعنين أن الجسد بعد أن يبلى يستطيع أن يلبس ويأكل؟ علمت أنك ستطرح هذا السؤال. إن جسم الإنسان يبلى في العالم الآخر إلا إذا حول إلى مومياء، فذلك يحفظ للميت جسمه، والروح بإمكانها أن تعود إلى الجسم ثانية، وعندما تعود الروح إلى الجسد يحيا الجسد من جديد، وهكذا يستفيد من كل ما دفن معه. ألا يمكن نبش القبر لإخراج الميت الذي استعاد الحياة من جديد؟ فالحياة من دون عذاب أفضل من الملبس والمأكل. لا أعلم، ربما يمكن ذلك. إن كنا سنطيل الوقوف هنا فاطلبي منهم أن ينزلوا العرش السيار، فلقد تعبوا. لا، سننطلق حالا. أنت لا تقلق، فهم معتادون على ذلك. إلى المعبد.